السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا قد الدنيا كلها. يا احلى واجمل متابعين واخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ معلش انا اسفة، انا عارفة ان انا متأخرة عليكم بجد في موضوع نزول الفيديوهات، بس والله العظيم يعني كان في كده ايه كام ظرف، وحتى باين على صوتي اللي انا كنت تعبانة. بس ان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. عايزاكم بس ايه تدعموني كده بلايك واشتراك للقناه علشان اعمل لكم فيديوهات كتير كده ايه واتحمس. يا احلى واجمل متابعين في الدنيا. وكمان قولوا لي عايزين فيديوهات ايه الفتره الجايه علشان اعملها لكم باذن الله. واكتبوا لي كمان انتوا بتتابعوني منين عشان ادخل ارحب بيكم. انتوا بجد وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى جايه لكم بفيديو جديد وروتين جديد، تنظيف البيت. حبيت في بدايه اليوم كده اشارك معاكم الاحداث علشان تشوفوا يومي النهارده هيكون عباره عن ايه. فيديو النهارده هو مليان احداث كتير، واحداث كلها ممتعه وشيقه، وان شاء الله تستفيدوا منه حتى لو بحاجه بسيطه خالص. انا بحب يعني انتوا عارفين ان انا اشارك معاكم كل حاجه. وطبعا انا نزلت الانتساب، الناس اللي بتسالني على الانتساب هتلاقوه في المنتدى وفي صندوق الوصف اللينك بتاعه، انا بنزله اول باول. ما تنسوش بقى ان انتوا تشتركوا كده ايه في الانتساب. عندكم كذا مستوى وهتلاقوا فيديوهات حلوه جدا وفيديوهات كتير جدا في الانتساب. وبرضه هعمل لكم بث مباشر لاخواتي المتابعين بجد. يعني انا متحمسه ان الفتره الجايه دي اعمل لكم فيديوهات كتير جدا جدا جدا. بس انا محتاجه منكم اللايك والكومنت الحلو الجميل بتاعكم اللي بيحمسني، والاشتراك في القناه. يلا بقى عشان تتشجعوا معايا كده وتقوموا كده تشوفوا ايه اللي وراكم. يا رب كده يعجبكم. قبل اي حاجه ارحب بيكم، كل الشكر وكل التقدير بجد على مشاركتكم معايا، ودايما منوريني ومشرفيني. ربنا كده يخليكم ليا، ما تحرمش منكم ابدا ابدا، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. آه ما تنسوش الكومنتات بجد. عايزه كومنت حلو كده جميل قمر زيكم، بتشجعوني وبتفرحوني والله العظيم بجد بكلامكم بسؤالكم عليا، ودايما كده بترفعوا معنوياتي. ولو انتوا اول مره تشوفوني وعجبتكم قناتي، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه. انزلوا تحت على كلمه اشتراك اللي هي باللون الاحمر، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار اول باول ان انا نزلت فيديو جديد. طبعا ايه تنوروني كده وتشرفوني وربنا يخليكم ليا بجد يا رب. رجع لكم بقى فيديو النهارده حلو هتستفادوا منه. دي سلسله من سلسله النظافه، يا رب تعجبكم. انتوا عارفين طبعا الناس اللي متابعيني اول باول اللي انا بحاول اتعلم واحده واحده كده، وحبيت اشارك معاكم تجربتي زي ما بشارك معاكم كل حاجة بعملها علشان انتوا اخواتي وحبايبي. وان شاء الله الفيديو يكون خفيف على قلبكم وتطلعوا منه بفكرة كويسة بإذن الله. بصي بقى ايه يعني النصيحة انا دايما بقولها في الفيديوهات بتاعتي. طبعا المتابعيني من زمان والمش متابعيني ينزلوا كده وشوفوا الفيديوهات. آه طول ما انت قاعده كده في الشقه تفضلي تروقي، والله بجد نظافه البيت يعني هو الحفاظ على النظافه والترتيب، وان انت تعدلي كل حاجه كده في مكانها. انا عايزه اقول لكم من الريسبشن ده انا عاملاه الصبح، وزي ما انتم شايفين كده ايه على اخر اليوم برضو نضفته باللي هو في كده انا بجيبه من عند الصبانه زي جيتول كده ومعطر كده ميكس من عنده. بيدي ريحة كده حلوة للسيراميك يعني نفسه. آه اهم حاجة ان انت تعدلي كل حاجة في مكانها. انا مكنتش بعرف اعمل اي حاجة في البيت، بس استعنت بالله والحمد لله بحاول اجتهد. محتاجة بس دعمكم ليا. اول حاجه اتعلمتها ان البيت النظيف المترتب اللي ريحته حلوه ولا بيبقى بمنظفات غاليه ولا بتبقى بمعطرات ايه ولا منظمات حتى من عند مين. اهم حاجه التهويه الصحيحه للبيت. طبعا الايام اللي فاتت دي كانت الدنيا ساقعه جدا عندنا، وكانت بتمطر يعني مطر خفيف، بس الحمد لله النهارده كان الجو كويس. بس اهم حاجه كده ايه ان انت اول ما تصحي تفتحي كل الشبابيك كده عشان الهواء والشمس
يدخل في البيت كله. تفتحي بقى ايه شبابيك البيت كلها علشان الشمس ايه تدخل للبيت وكل حاجة تتهوى. والبطاطين لازم تتشمس حتى يوم بعد يوم. آه يعني ايه واحدة واحدة هتعلم اكتر واكتر. بجد ونفسي كده عيلتنا تكبر. بحب اشوف تعليقاتكم ليا اللي بتفرحني بجد، انا بحب ارد عليها كلها لان كلها طاقة وامل. يا رب اكون عند حسن ظنكم. وبس بقى زي ما انا قلت لكم، مش لازم ان انتوا ايه تعملوا الحاجة كل يوم، ممكن يوم بعد يوم بس الحاجة بتبان ان هي ايه نظيفة كده ومترتبة. طبعا انا عايزة اجيب سجاد للريسبشن، وطبعا جبت الستاير برضو اللي متابعيني شايفين ان انا جبت الستاير وجبت العفش والكلام ده كله. فأرهقت جدا فقلت لا لازم اجيب بقى ايه السجاد كده وترابيزة التلفزيون وترابيزة الشاشة على رواقة. مش عايزة استعجل فيهم والاسعار كمان عمالة تغلى الايام دي. فياريت تكتبولي كده ايه في الكومنت اماكن فيها الجودة بتاعتها حلوة واسعارها برضو تكون حنينة، يعني مش غالية. طبعا عايزة اجيب ترابيزة للشاشة وترابيزة للانتريه. مش عارفة الايام دي كل المحلات بتبيع الانتريه او معظمها يعني، او اللي انا شفتهم بيبيعوا الانتريه من غير ترابيزة انتريه. فعايزة اجيب بقى ايه ترابيزة كده الانتريه تكون شكلها شيك. وعايزة اجيب ترابيزة للشاشة، وعايزة اجيب سجاد كده ايه كويس. ويا ريت تكتبولي كده الالوان، يعني تشجعوني كده ايه وكونوا معايا الالوان اللي هي ممكن تليق على الانتريه اللي هو بتاع الريسبشن وعلى اللون الحيطان. يعني تشتركوا معايا كده، انا حابه اشوف ذوقكم. بس فعايزه انزل كده ايه واعمل لكم فلوج باذن الله وانا بشتري الحاجه. وعايزه اجيب زرع برضو وشويه تحف كده للبيت بحيث ان هم يدوا منظر حلو للبيت. بس بقى يا جماعه طبعا الناس اللي عارفيني من زمان عارفين ان انا مبحبش الفيديوهات الطويله لان بفضل اتكلم فيها كتير ومنتج فيها والكلام ده كله. بس برضو في ناس بتكتب لي في كومنتات احنا عايزين فيديوهات طويلة، احنا بنحب نشوف في الفيديوهات الطويلة. وانا الله العظيم بجد يعني بعمل الفيديوهات الطويلة عشانكم مع انها يعني بتتعبني. بس بقى يا جماعة يا ريت تكتبوا لي تحت انتوا يعني بصوا انا عايزه اقول لكم ان انا بحب او انا حابه انوع في موضوع الفيديوهات. فياريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات عايزين فيديوهات ايه الفتره الجايه عشان اعملها لكم. يعني عايزين فيديوهات الروتين، عايزين فلوج، عايزين الحاجات دي كلها، عايزيني انزل العتبة وباب الشعرية زي ما كنت بنزل قبل كده واعمل لكم فلوج عن الاسعار والحاجات دي كلها. شوفوا انتوا عاوزين ايه كده وانا ان شاء الله اعملها لكم. ما تنسوش ان انتوا تدعموني في الانتساب وتدخلوا تشتركوا في الانتساب، عندكم كذا مستوى وكل المستويات فيها فيديوهات علشان برضو ناس كتير طلبت مني موضوع الانتساب وانا عملته والله العظيم علشان خاطركم. آه فهتلاقوا الانتساب زي ما قلت لكم كده في اول الفيديو، هتلاقوه في المنتدى وهتلاقوه في صندوق الوصف. انا مش عايزه اطول عليكم، يا رب كده ايه يكون الفيديو خفيف كده عليكم ما كنتش طولت وان شاء الله باذن الله اعمل لكم بس مباشر زي ما وعدتكم واحاول بقى ان انا اجتهد واعمل لكم فيديوهات اول باول. بصوا بقى يا جماعه ايه كده الريسبشن بعد ما اتظبط وبعد ما عملته بصراحه انا السجاد ده يعني لونه مضايقني. ان شاء الله باذن الله كده قريب هغيره. بصوا بقى ايه السفرة كده بعد ما اتظبطت والانتريه، وبصوا بقى الشكل بقى عامل ازاي. فرق كبير الصراحة. بصوا كده بعد ما الدنيا نطفت زي ما قلت لكم كده، يعني طول ما ايدك كده في الحاجة اول باول الحاجة بتبان نظافتها. بصوا مش هترهقك يعني مش هتتعبك ومش هترهقك طول ما ايدك فيها اول باول.
بصوا الحاجة كده اتظبطت. هو ناقص لي هنا ترابيزة التلفزيون وترابيزة الانتريه والسجاد وكام زرعة كده برضو هتدي منظر يعني للمكان. وبكرة ان شاء الله استنوني كده في فيديو جديد لأحلى وأجمل متابعين في الدنيا. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك للقناة والكومنت الحلو بتاعكم، بجد أنا مستنياه بفارغ الصبر. توحشوني قوي قوي قوي، وما تنسوش تنتظروني بقى في فيديو جديد بإذن الله.